بسم الله الرحمن الرحيم. ده بقى النهارده هنعمل كب كيك. 3 بيضات على 2 فانيليا على 150 جرام من السكر على 150 مللي من الزيت. نقلب الكلام ده لحد ما ناخد خليط ابيض فاتح. مضرب يدوي هياخد معاك وقت بس مش مشكله، ممكن تضربهم في خلاط. هننزل عليهم ب 150 مللي من اللبن على باكو كابتشينو بالبندق. ده جاهز، بيدي طعم البندق، بيدي لون بني فاتح جميل جدا. المكونات الجافة: كوبايتين ونص من دقيق على باكو بيكنج باودر على ذرة ملح. ونقلب الكلام ده كله مع بعضه لحد ما ناخد خليط متجانس بالشكل دوت. هنحطه في كيس ثلاجة ونخرم الكيس ونصب في قوالب الكب كيك. نصب نص القالب. النقطة اللي نزلت منها دي نمسحها. معانا بقى بندق بالشوكولاتة، شوكولاتاية كده مدورة وفي قلبيها بندق. هنحط واحدة على كل كب كيك وهتنزل في النص، دي تبقى الحشوة بتاعتنا. احنا بنسيبها كده مع التسوية بتروح نازلة في النص على 180 درجة لمدة ربع ساعة. يطلع بالجمال والروعة عليه. هش لذيذ نفصل القالب بتاعته. نختار واحدة كده نفتحها، جميلة جدا. هسي في نوع بقى طلب منا بالقرفة والسكر، حاطين شوية قرفة وسكر كده على الكب كيك. ناس معينة طالباه بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده، بيدي طعم رائع مع البندقية اللي موجودة مع الكابتشينو بالبندق. بسم الله ما شاء الله، حاجة روعة، حاجة لذيذة، طعمها رائع جدا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم.